مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين. سيدة مغربية تثير فوضى غير مسبوقة في مطار مغربي، ما الذي حدث؟ قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. تسببت سيدة قادمة من برشلونة في حالة من الصدمة لدى العاملين في مطار فاس نهاية الأسبوع الماضي بسبب ما كانت تحمله في قنينة. خلال عملية تفتيش اشتبهت السلطات الأمنية والجمارك في محتوى القنينة، وبعد إخضاعها للفحص تبين أنها تحتوي على رماد جثة إنسان. المسافرة أوضحت أثناء التحقيق أن الرماد يعود لوالدها المتوفي حديثا، وأنها بعد وفاته في إسبانيا وإحراق جثمانه قررت نقل رماده إلى المغرب لدفنه. هذه الواقعة أثارت تساؤلات حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات في ظل عدم الإلمام بالقوانين التي تمنع نقل الرماد الجثثي دون ترخيص مسبق، كما طرحت إشكالية بشأن الإجراءات القانونية المتبعة مع السيدة بعد انتهاء التحقيقات.